السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده هنعمل العيش البلدي من غير مطرحة ولا فرن، واللهم بارك. العيش طالع طري جدا، وكمان تسويته سهلة جدا. سويته على المصفى على عين البوتاجاز. طريقته بجد سهلة جدا للمبتدئين. انا عايزاكي بقى تجربيه. انا عاملة معاكم العيش البلدي بالمطرحة وكمان سويته في الفرن. جربي بقى طريقة النهارده، هتلاقيها سهلة جدا. يا ريت قبل ما نبدأ، يا ريت لو اول مرة تشوفيني، يا ريت تدعميني باللايك واشتراك للقناة علشان يوصلك مني كل جديد. في الأول كده هنسمي الله ونصلي على الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام. أنا هعمل معاكم النهاردة دقيق المدعم اللي هو الأسمر، بس خبيز. النهاردة أي دقيق عندك موجود في البيت ينفع تعمليه. لو عندك دقيق زيرو هتعمليه وحديه، أو تخلطي دقيق أبيض مع دقيق أسمر. ما تقلقيش خالص، احنا مش هنريح، احنا هنفرد بالنشابة. وبعد كده هنعجن العجينة كويس جدا. أهم حاجة خطوات العجين. أنا هعمل معاكم النهاردة كيلو. نخلته كويس في الأول، وبعد كده ضفت عليه نص معلقة ملح، وضفت كمان 8 جرام خميرة فورية، معلقة خميرة بس مش مليانة قوي. وبعد كده تنزلي بالمية واحدة واحدة، والمية تكون دافية علشان الجو بدأ يبرد. هتدفي المية زي دمع العين، وتعجيني العجينة في الأول يابسة، وبعد كده تطري فيها واحدة واحدة. العجينة عايزاها معاكي في الوسط عشان العيش يبقى معاكي طري بعد السوا. يعني ما تكونش عجينة طرية قوي بتتلزق جامد، ولا تكون عجينة كده يابسة علشان العيش ما يبقاش مجلد بعد السوا. انا لقيت كده العجينة لسه يابسة شوية، حطيت مية كده في الطبق، وبقيت ابل ايدي واعجن العجينة لحد ما العجينة نعمت، والعجينة فيها تلزيق بس على بسيط. اهم حاجة في المعجنات اللي احنا بنعملها كلها هي خطوات العجين. انا عايزاكي بقى تظبطي العجينة. ان تعبت شوية ريحي وارجعي اعجنيها تاني. انا مش بصعبها عليكم ولا حاجة، انا عايزاكي بس تعجني العجينة عشان تطلع معاكي مظبوطة في الاخر. العجينة في الوسط مش زي العجينة اللي احنا بنعملها ونريحها على المطارح، علشان ما تعملهاش طرية وتغلبك وانت بتفرديها. وكمان ساعة ما تيجي تشيليها بعد ما تخمر ما تلزقش معاكي. عجينة كده تبقى في الوسط، وهنشتغل فيها على طول، مش هنسيبها تخمر غير مرة واحدة بعد الفرد. هنرش في الصينية اللي احنا هنقطع فيها نخالة، وبعد كده هنقطع بقى القطعة. انا عملتها كده اكبر من الليمونة الكبيرة. لو انت بقى حابة تعمليها اكبر من كده او اصغر من كده، دي يرجع لك انت في الاخر. انا عملته بقى حجم وسط، وعملت الكيلو 33 رغيف. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. بعد ما نقطع بقى وهنخلص هنغطيه على طول بكيس، ولو لقيتي الكيس هيلزق معاكي هتغطيه بقى بملاية عجين او بفوطة علشان ما يعملش معاكي طبقة ناشفة على وش العجين. وهنبدأ على طول ان احنا نفرد العجينة. هنيجي بقى لفرد العجين، وهو فرد العجين سهل جدا. احنا هنشتغل بالنشابة مش بمطرحة، يعني اي حد هيعرف يفرد العيش وهيطلع معاه تحفة. في الاول كده هنجيب طبق فيه شوية نخالة، وطبق تاني فيه شوية دقيق. الدقيق هنحتاجه كده لوش الرغيف. لو لقينا فيه تلزيق على بسيط هنرش رشة دقيق بسيطة، والنخالة هتكون تحت الرغيف. لو ما عندكش نخالة ممكن تشتغلي بدقيق، بس هيبقى شكله معاكي كده زي الشامي، مش هيبقى زي العيش البلدي. بعد كده هنرش بقى النخالة تحت الرغيف. يعني احنا مش بنحتاج نخالة كتيرة ولا حاجة، احنا بنحتاج كده حوالي معلقتين كبار بنفرد بيهم، مش بياخد نخالة كتيرة. وبعد كده هنفرد بقى ونخليه مدور، ونحاول ان احنا نخليه مدور وسمك واحد، يعني ما يكونش جنبي رقيق وجنبي تخين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد. يا ريت لو لسه بتشوفيني يا ريت تدعميني بلايك جامد منك. يلا بقى حطوا لايك وتعالوا نكمل مع بعض بقية الخطوات. اهم حاجة في الفرد ان احنا نظبط السمك، ما نخلوش تخين قوي ولا رقيق قوي، نخليه كده في الوسط معانا. يعني ما تقوليش هعمله تخين علشان ينفخ. انا هقولك العيش بتاع النهاردة كله هيرتفع معاكي، ما تقلقيش. اهم حاجة هو سمك الرغيف في الفرد. نخلي بقى السمك مظبوط، هتلاقي بقى النتيجة في الاخر تحفة. في الاول بنفرد بايدينا، وبعد كده برش رشة دقيق بسيطة علشان فيه تلزيق، وبفرد باقي الرغيف وبخليه مدور. واخر ما بخلصه خالص لو لقيته فيه نخالة بنفضه شوية، يعني هتريحيه على ايدك كده، وبعد كده تشيليه وتحطيه على ملاية العجين، وتوسعي بيد عن بعضه علشان لسه هيخمر، علشان ما يروحش لبعضيه ويلزق. ونيجي بقى نغطيه بملاية العجين ونسيبه لما يخمر. اهم حاجة ان انت ما تستعجليش عليه وتديله وقته في الخمر، علشان ساعة ما تيجي تخبزيه ما يكونش منفض، ويكون سمكه من فوق زي سمكه من تحت. النفطة اللي بتخلي سمك الرغيف رقيق من فوق، ومن تحت بيكون تخين سمكه. فاحنا مش عايزينه كده، احنا عايزينه يخمر، واول ما يخمر هنقوم نسويه وان شاء الله يطلع معانا تحفة. انا كده خلصت الكمية، غطيتها علشان تخمر معايا.
خدت معايا كده نص ساعة ولقيتها اختمرت ما شاء الله. قمت بقى علشان اسويه. في الاول كده هشمع في الطاسة، وبنشيل الرغيف بالراحة خالص علشان ما نفشش الخمر. ساعة ما نيجي ننزله في الطاسة بننزله بالراحة خالص، بنشمعه بنقلبه على الوش التاني، وبعد كده بنشيله ونحطه على المصفى. المصفى بقى بتكمل بقية السوا. وبحط معاكم واحد تاني اعدليه بس علشان لو ما تعدلش معاكي في الطاسة هيستوي على شكله اللي انتي نزلتيه بيه. في الطاسة بقى بتشمع على النار هادية خالص، مينفعش خالص ان احنا نعلي النار. اول ما بنلقى شكل الرغيف كده استوى بنقلبه للجنب التاني، وبعد كده بننقله على المصفى. الفتحات بتاع المصفى بتطلع درجة حرارة بتخلي الرغيف ينفخ، واستحالة ان انت تعملي عيش المصفى وما ينفخش معاكي. وكمان بتديله سوا بجد تحفة للوش، كأنك خبزاه في الفرن، ويمكن احلى من الفرن بكتير. والمصفى سريعة جدا تسويتها، احلى من الطاسة. الطاسة ممكن كده تحرق لك الوش وكمان ما تديلكش تسوية مظبوطة. اللهم بارك. انا بشمع في الطاسة على نار هادية خالص. اهم حاجة النار، لو لقيتي الرغيف بتلسع معاكي اعرفي ان النار كده شديدة. وطي النار خالص على قد ما تقدري، والعيش كله هينفخ معاكي وتسويته هتكون مظبوطة. وكمان لو لقيتي المصفى سخنت وطي تحتيها خالص علشان العيش ما يتحرقش منك. هتوطي النار خالص تحت المصفى. لو لقيتيها بقى ما نفخش ارفعي النار سنة وارجعي وطيها تاني علشان التسوية تبقى معاكي مظبوطة والكمية كلها تستوي على نار هادية. انا عملت النهاردة 33 رغيف. بصراحة انا كنت عايزة اصور لكم ال 33 رغيف علشان تشوفوه ان العيش كله ارتفع ونفخ، بس علشان خاطر ان انا ما بحبش اطول عليكم وبعمل الفيديو 8 دقايق، فجبت لكم بس كمية كده. بس ان شاء الله هتجربيه انت بنفسك وتشوفي النتيجة. والاهم من كده ان هي طريقته سهلة جدا للمبتدئين، من غير مطرحة ومن غير فرن. يعني ما عندكش فرن خالص هتعملي العيش البلدي في البيت وهيطلع معاكي مظبوط. النتيجة بجد طالعة تحفة. يعني لو قعدت اتكلم عن العيش بجد انا مش هديله حقه. العيش طري وكله ارتفع. اتمنى بقى ان انت تعمليه، بس تمشي على نفس الخطوات علشان يطلع معاكي مظبوط وتشوفي النتيجة بنفسك. اللهم بارك. تحفة، تسوية من فوق ومن تحت تحفة. انا عايزاكي بجد تجربيه حتى لو في نص كيلو، وبعد ما يظبط معاكي النص كيلو تقدري بقى تعملي الكميات اللي انت عايزاها. يعني عيش المصفى تقدري تعملي كميات على حسب ما انت عايزة. لو هتعملي كيلو في نفس اليوم عادي تعملي كمية كبيرة وتفرزيها وتشيليها في اكياس، وكل ما تحتاجي كده تطلعي منها. بجد هتبقى معاكي تحفة. اهم حاجة لو هتجربيه تمشي على نفس الخطوات العجين وتظبطي العجينة، وكمان ساعة الفرد تفرديه مظبوط، ما تخليش جنب رقيق وجنب تخين، ومتستعجليش عليه وتسيبيه لما يخمر علشان ساعة ما تيجي بقى تشوفي العيش بعد السوا تلاقيه طري ما يكونش مجلد. وهنفتح مع بعض رغيف ونشوفه من جوه السمك من فوق زي من تحت. بتمنى بقى ان يكون شرحي بسيط، واتمنى ان انت تعملي بلايك واشتراك للقناة.